صديقي الزملكاوي عادل أسعد وابن عمي الزملكاوي الصميم، ركز مع الحلقة دي عشان أنا ما بقولش على نادي الزمالك غير اللي يخلصني من ربنا. حضرتك في كل حلقة أنت من أكتر الداعمين ليا، وفي كل حلقة بتقول لي هو الأهلي ما بيغلطش. الأهلي لو عنده أي أخطاء من اللاعبين أو مدير فني أو من الإدارة ما بسيبهمش، بمسح بيهم الأرض. نادي الزمالك لما بيكون عنده اخطاء لازم اقول عنده اخطاء. نادي الزمالك خد فوز مش حقه، لازم اقول خد فوز مش حقه. اصدقائي الكره معادل في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو لسه ما اشتركتوش في قناتنا على اليوتيوب يلا بسرعه اشترك في القناه الكره معادل، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل اشعارات حلقاتنا الجديده. ولو لسه ما تابعتناش على صفحتنا على الفيسبوك يلا بسرعه اضغط متابعه، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل اشعارات حلقاتنا الجديده. هنسيب الحديث عن مباراة الزمالك والبنك الأهلي لنهاية الحلقة، ولكن عندنا خبر عاجل وهو العرض الجبار لوسام أبو علي. نادي فيرد بريمن عن طريق أحد وكلاء اللاعبين كلم النادي الأهلي إن إحنا محتاجين وسام أبو علي في شهر يناير القادم. إيه طلباتك المالية؟ النادي الأهلي قال إحنا هنعرض الأمر، إحنا محتاجين اللاعب بس هنعرض الأمر على اللاعب، أنت عايز تمشي هتمشي. طيب وكيل اللاعبين قال لهم عرض مبدئي 6 مليون دولار لشراء وسام ابو علي. النادي الاهلي عرض على وسام ابو علي، قال له في عرض بالنسبه لك في نادي فيرد بريمن احد انديه الوسط في المانيا، ايه رايك؟ قال لهم لا انا نفسي العب كاس العالم للانديه وبتمنى ان انا استمر مع النادي الاهلي. كده قفل الكلام. النادي الاهلي كان ليه مطالب ماليه اعلى من كده، ولكن وسام ابو علي قفل الكلام. خبرنا الثاني عن النادي الاهلي، في انباء ان النادي الاهلي سوف يشارك في دوره دوليه بيشارك فيها الهلال السعودي والنصر السعودي واحد الانديه الامريكيه. دوره دوليه بتنظمها احدى شركات التسويق، وتم دعوه النادي الاهلي يبقى النادي الرابع اللي هيشارك في البطوله دي، وجوائز ضخمه. النادي الاهلي هيلعب مع نجوم في الليفل رقم واحد، بيلعبوا في نادي النصر وفي نادي الهلال السعوديان، ونادي طبعا امريكي ده بيعج بالنجوم الاوروبيين المحترفين فيه. ده لسه النادي الاهلي ما بتش فيه طلب ان النادي هيلعب الدوره الدوليه دي لانها في شهر 2، وشهر 2 ده مكتظ عند النادي الاهلي مباريات دوري ودوري ابطال افريقيا. لسه هيشوف اجندته بتقول ايه عشان يقدر يرد عليهم. نخش بعد كده واستعدادات النادي الاهلي لمباراه اليوم امام سيراميكا. لازم تركيز 100%، رغم الغيابات اللي عند النادي الاهلي تركيز لازم يبقى 100%. سيراميكا عمل معانا مباراه قويه في كاس السوبر وفزنا عليه بشق الانفس. لازم يا مارسيل كولر تركيز 100%. غيابات النادي الاهلي ياسر ابراهيم عنده كدمه في الحوض، محمود كهربا كدمه في الركبه، عندنا كريم الدبيس وعمر الساعي استبعاد فني. هنشوف النادي الاهلي هيعمل ايه قدام سيراميكا عشان نقابل فريق سيراميكا بالسرعات اللي عنده، بالفريق القوي ده، بمدير فني النادي الاهلي صح. لازم نفس الضغط اللي انا عملته على فريق العين الاماراتي من نص الملعب لازم اعمل على فريق سيراميكا عشان اقدر احجم فريق سيراميكا ان هو ما يضغطنيش. جينا حين سيراميكا طبعا ولا امهر ولا اسرع من كده، لازم اضغط عليهم. وتنبيه للباك الشمال والباك اليمين عند النادي الاهلي، اثبت عشان تقدر تصد ورا الجناحين بتوعنا لما يكونوا طايرين. المفروض انت بتهدى، الباك اليمين اهدى عشان تغطي وراه، الباك الشمال اهدى. لازم 2 ارتكاز يبقوا فايقين في الملعب. طبعا مروان عطيه لا غنى عنه، لازم يبقى موجود. طيب انت بتقول ياسر ابراهيم عنده كدمه مش هيلعب، طب عندنا رامي ربيعه، طب اشرف داري رجعت له الام انكل القدم، طب مين اللي هيلعب؟ احنا ممكن النادي الاهلي عندنا يوسف ايمن، لو يوسف ايمن مش جاهز بتوظف اي لاعب يلعب في المركز ده. بالتوفيق للنادي الاهلي، ولنا حديث ان شاء الله بعد المباراه
ايه اللي تم فيها. نروح بقى لمباراه الزمالك وفوز الاول لنادي الزمالك في بطوله الدوري 3-2 على فريق البنك الاهلي. كل الوسائل الاعلام بتتكلم، كل الجماهير الاهلاويه بتتكلم ان نادي الزمالك خد فوز ما يستحقوش. اذا كان نادي الزمالك خد فوز ما يستحقوش، فنادي البنك الاهلي جاله ضربه جزاء الاولى، ضربه جزاء مستحقه. ضربه الجزاء الثانيه ياو النور دبس محمد عواد في ضربه الجزاء، ما فيهاش ضربه جزاء، محمد عواد ما لمس اللاعب، ولكن الحكم راح الفيديو شاف الفيديو ان فيه تلامس في قدم ياو النور، فحسب ضربه الجزاء، وهي لا تمت ضربه جزاء باي صفه. ده الهدف الثاني بتاع البنك الاهلي. نادي الزمالك احرز الهدف الاول عن طريق ناصر ماهر بلعبه متفق عليها من عبد الله السعيد. لعب الكره داخل منطقه الجزاء، ناصر ماهر الغير مراقب لعب الكره فيرست تايم في المرمى، احرز الهدف الاول لنادي الزمالك. في الشوط الثاني نادي الزمالك احرز الهدف الثاني عن طريق ناصر منسي، كره جميله حطها على شمال حارس مرمى البنك الاهلي الحارس المتالق اللي هو شال اكثر من فرصه. مبدئيا نادي الزمالك لعب مباراه كبيره، لو استمر على هذا الوضع لا نادي الزمالك هيروح لمسافه بعيده في بطوله الدوري، ولكن ما عندوش دكه البدلاء اللي هي تقدر تصد ورا اللعيبه الاساسيه اللي بتلعب. نروح بقى للمشكله اللي هو بيتكلم، وصديقي عادل اسعد بيبقى زعلان من كلامي على الموضوع ده. ضربه الجزاء اللي فاز بها نادي الزمالك، ضربه الجزاء حكم الفار بلغ محمد عادل حكم المباراه ان الكوره فيها دفع من مهاجم نادي الزمالك وما فيهاش ضربه جزاء، عشان كده استدعاه ان هو يشوف الحاله. محمد عادل شاف ايه؟ شاف تلامس الكره في يد مدافع او الباك اليمين للبنك الاهلي، وده لاعب طبعا كان لاعب في الزمالك وانتقل للبنك الاهلي على سبيل الاعاره على سبيل البيع، الله اعلم. الكره ايه اللي خلى الكره تلمس ايد لاعب البنك الاهلي؟ ان ناصر منسي جاي طاير على المدافع، جاي طاير عمل ارهاب للمدافع، المدافع ما بقاش عارف اصد ناصر منسي اللي جاي عليا ولا طلع الكوره، فالراجل بيلف لناصر منسي اللي جاي عليه، فطبعا ايديه مجنحه جنبه لمست الكوره ايده. الحكم شاف ملامسه الكوره، ما شافش ان ناصر منسي ارهب المدافع ان هو يغلط. طيب هتقول لي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء؟ كل الحكام قالوا مش ضربه جزاء. رئيس لجنه الحكام السابق قال ما هيش ضربه جزاء. فاول على مهاجم نادي الزمالك. انا وجهه نظري لا، ضربه جزاء صحيحه. طب كده بتميز مع نادي الزمالك؟ لا بميز، انا بقول الحقيقه هي ضربه جزاء صحيحه. ملامسه اليد والايد طالما مش في الجنب، بعدت عنك عرضت جسمك، اصبح ضربه جزاء. حصل التلامس بتاع المهاجم للمدافع بتاع البنك الاهلي بعد ملامسه الكره لايده، فالحكم شاف ايه اللي تم الاول، التلامس، فاحسب ضربه جزاء. محمد عادل بيطالب ان هو يتعرض للايقاف، لا يبقى ظلم الراجل، حكم بما يرضي الله. انا معاك ان هو حكم الاحتواء وبيبقى في صف الزمالك كتير، ولكن في الكره دي ما ظلمش البنك الاهلي وحسب ضربه جزاء. ده كان ملخص سريع لمباراه الزمالك واخر استعدادات النادي الاهلي لمباراه سيراميكا. في نهايه اللقاء مع حضراتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير ومتابعه لقناتنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك علشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الساده المشاهدين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.